يتمثل للشفاء 100%. ورغم ذلك حال وسط الميدان لان هذا مركزه الاصلي. مانشستر سيتي رودري لابورت وسط الكره على الجهه اليسرى، تناول جدا من العمليه يشير الى وجود مخالف. لما شفت اسينسيو في التشكيل الاساسي هنا بدات استشعر الخطوره. مرحبا. السلام عليكم. شو رايك بالاداء الاول للمنتخب المغربي بالشوط الاول؟ ما شاء الله عليهم لعبوا، يعني لاعبين دفاع ما شاء الله عليهم، وان شاء الله نتمنى انه يربحوا ويفرحونا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. مرحبا اخي. اهلا السلام عليكم. شو كان رايك باداء المنتخب المغربي بالشوط الاول؟ اداء زوين وبزاف، وكانوا عاملين الدفاع يعني، ونتمنوا في الشوط الثاني انه يكونوا يلعبوا احسن ويلعبوا هجوم ونماركيو البيت الاول عليهم، يكون سباقي المغرب هو يكون الاول. اصدقائي هلا الان معنا منظمه الحفل، الان حابين ناخذ رايها بالحضور وباداء المنتخب المغربي في الشوط الاول. تفضلي. اول شيء بغيت نقول لكم شكرا للحضور ديالكم. صراحه رائعين. كنتمنى ان شاء الله يا ربي هذه المباراه المغرب ان شاء الله يفوز ويتاهل ان شاء الله للنهايات ان شاء الله يا ربي. مرحبا السلام عليكم. شو كان رايك بالاداء الاول للمنتخب المغربي؟ والله اللعب ضد منتخب اسبانيا يعني مش بالسهل، وكنتمنى ان شاء الله في الشوط الثاني المدرب يفطن الخطه اللي دخل بها المنتخب الاسباني، ونحاولوا نهجموا اكثر، لان كيبان في الشوط الاول لعبنا للوراء، فكنتمنوا ان في الشوط الثاني تكون ان شاء الله لعبوا للامام وتكون خطه هجوميه ان شاء الله ونتمكنوا من تسجيل الاهداف ان شاء الله. بالنسبه لي انا المستوى كان رائع، بالظرف بان لاعبين مع فريق اللي عالمي اسبانيا اللي مولف انه يلعب في كاس العالم. المغرب اول انجاز زايت لانجت سايت صار له مده طويله ما وصل لهذا، ولا مو سبق له وصل لهذه المرحله، والحمد لله احنا راضيين بالاداء ديال المغرب، راضيين بالاداء ديال المرابط اللي قدم واحد المجهود اللي احترافي، والحمد لله انا متاكد بان في الشوط الثاني ان شاء الله غادي نسجلوا الهدف في الدقائق الاولى ان شاء الله، وغنفوزوا ان شاء الله. انا رايي محايد الان، لانه 0-0 وكنتمناو الفوز باذن الله اولا من التعادل، وفرحانين حنايا حيت وفقنا ربي نظموا هذا الحفل حنايا 4 الناس، والناس كلهم فرحانين واخا 0-0 وكنتمناو توفيق المنتخب المغربي. يعني الاداء ديالنا يعني رائع، يعني للحد يعني نحن يعني نعمل تاريخ، يعني مباراة تاريخية، يعني نحن يعني ما كنا من قبل يعني في نصف النهائي او في الربع، واليوم يعني رحنا يعني نشجع باش نعملوا يعني هنا يعني في التاريخ ان شاء الله. ان شاء الله. انت شو رايك؟ انا من المغرب من العريش وصافي انا فرحانه بزاف والله اداء كثير جيد، يعني الحمد لله لعبوا مزيان، وكنتمناو الشوط الثاني يكون يعني تكون النتيجه زوينه ان شاء الله. الحمد لله الاعداد ديال المغربي كان شويه يعني رجعوا شويه للور، ما عرفوش يعني ما عرفتش بونو، ما عرفتوش علاش يعني كيدير ديك الاغلاط، ولكن الحمد لله غادي يتداركوا في الشوط الثاني، وعلاش لا مربوحه ونجيبوها حتى حنايا في الدور النصف النهائي ونديو الكاس علاش لا. والحمد لله كما كتشوفوا حنايا كمنظمين راه درنا المجهود ديالنا اننا يعني نجمعوا هاد الناس هادو هنا في برلين. مرحبا اصدقائي، مره ثانيه اجينا لنعمل تغطيه صحفيه مع ميكس برلين. راح نشوف الجماهير العربيه والجماهير المغربيه خلال تشجيعها للمنتخب المغربي، ونتمنى الفوز للمنتخب المغربي في هذه المباراه. شكرا كثير لكم.